عصر صدر الإسلام. اعتنقت القبائل اليمانية الإسلام في القرن السابع الميلادي، بعد أن أرسل النبي محمد صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب إلى اليمن، فأسلمت قبيلة همدان كلها في يوم واحد. وسجد النبي شكرا لله لإسلامهم قائلا: السلام على همدان، السلام على همدان. وبني الجامع الكبير بصنعاء على أحد البساتين على مقربة من قصر غمدان. وأسلمت حمير، وأرسل الحميريون رسولا يدعى مالك بن مرارة الرهاوي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبلغونه بإسلامهم، فأرسل إليهم كتابا يخبرهم فيه بدفع الصدقات إلى معاذ بن جبل ومالك بن مرارة. وحضرموت التي وفد كبير الأقيال فيها وائل بن حجر، ودعا له النبي وقال: اللهم بارك في وائل وولده. واستعمله على الأقيال من حضرموت، وأرسل معه معاوية بن أبي سفيان. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد بشر أصحابه بقدومه وقال: يأتيكم وائل بن حجر من أرض بعيدة من حضرموت، طائعا راغبا في الله عز وجل وفي رسوله، وهو بقية أبناء الملوك. وكان باذان والي الفرس على اليمن قد أسلم بعد أن تحققت لديه نبوءة النبي صلى الله عليه وسلم بوفاة كسرى، وقد ثبته النبي في منصبه حتى وفاته عام 10 هجرية. فقسم النبي ولايته، فجعل ابنه شهر بن باذان على صنعاء، وبعض أصحابه على باقي مناطق اليمن. وقدم أحد زعماء مذحج، وهو فروة بن مسيك المرادي على النبي، وأعلن إسلامه، فاستعمله النبي على صدقات قومه، وأرسل معه خالد بن سعيد بن العاص. ووفد الأشعث بن قيس الكندي وعمرو بن معدي كرب الزبيدي على النبي، ووفد قبلهم بنو تجيب من كندة في السنة 9 من الهجرة. ووفد حجر بن عدي الكندي صغيرا على النبي مع أخيه هانئ. وبعد حجة الوداع قسم النبي اليمن إلى مخلافين كبيرين، وأرسل معاذ بن جبل على المخلاف الأعلى، ونزل في عاصمته تعز. ويشتمل المخلاف على نجران وصعدة وصنعاء، ومخلاف الجند وحتى عدن. وأرسل أبا موسى الأشعري على المخلاف الأسفل، ويشتمل على تهامة اليمن من جيزان شمالا وحتى عدن جنوبا. وأوصاهم النبي قائلا: يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا. وفي آخر عهد النبي محمد خرج عبهلة بن كعب بن غوث العنسي المذحجي المعروف بذي الخمار الأسود العنسي على عمال النبي صلى الله عليه وسلم في اليمن، فجمع 700 مقاتل، وهاجم بهم نجران فانتزعها، ثم سار إلى صنعاء فقاتله شهر بن باذان، فهزمه الأسود وقتل شهر. فاضطربت الأمور في اليمن، ودانت له من حضرموت إلى الطائف إلى البحرين والأحساء إلى عدن. وطرد معاذ بن جبل وأبا موسى الأشعري، وعين العنسي أمراء تابعين له. وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن وحد شبه الجزيرة العربية تحت حكم المسلمين. وأرسل وبر بن يحنس الديلمي إلى مسلمي اليمن يأمرهم بقتال العنسي، وتولى معاذ بن جبل الدعوة لذلك، فاجتمع له عدد من مسلمي اليمن، ونجحوا في الاتصال بقيس بن عبد يغوث قائد جند العنسي الذي وقع الخلاف بينه وبين العنسي. وكذا اتصلوا بفيروز وداذويه، وكانا أيضا على خلاف مع الأسود، واتفقوا على قتل الأسود. وأرسلوا إلى آزاد زوجة العنسي يطلب معونتها، فوافقتهم وأعلمتهم بمحل يكون فيه بلا حراسة، ويسرت لهم السلاح والسرج. واتفقوا على موعد تمكن فيه فيروز من قتل الأسود بمعاونة صاحبيه. واحتزوا رأسه، ثم جمعوا الناس وألقوا الرأس بينهم، فانهزم أصحاب عبهلة، ونجح عدد من الفرسان من أتباع العنسي في الفرار، وظلوا يترددون بين نجران وصنعاء
لا يأوون إلى أحد. وكان مقتل العنسي قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بأيام، وقد وصل الخبر المدينة في آخر ربيع الأول في خلافة أبي بكر. وعند وفاة النبي كان زياد بن لبيد عاملا له على حضرموت، وعكاشة بن محصن على بني السكاسك والسكون، والمهاجر بن أبي أمية على كندة، غير أن المهاجر قد ألم به مرض حال دون خروجه إلى كندة، فتولاها زياد بن لبيد إلى أن خرج المهاجر بلوائه إلى قتال المرتدين في اليمن. عصر الخلافة الراشدة. قسم الخلفاء الراشدون بلاد اليمن إلى 4 مخاليف، هي مخلاف صنعاء ويشمل نجران، ومخلاف الجند وسط اليمن، ومخلاف تهامة، ومخلاف حضرموت، وكان عهدهم مستقرا في اليمن، وعين لكل مخلاف وال خاص، إلا أن الوالي العام كان مقره صنعاء، فله الولاية العامة على اليمن كلها. وعين أبو بكر الصديق المهاجر بن أبي أمية واليا عاما، وفي عهد عمر وعثمان كان يعلى بن أمية، وفي عهد علي كان عبد الله بن العباس آخر الولاة على اليمن خلال عهد الخلفاء الراشدين. ولا يعرف الكثير عن أحداث هذه الفترة في اليمن وحتى أواخر القرن التاسع الميلادي، ولكن المصادر التاريخية حافلة باليمنيين أنفسهم الذين اشتركوا في الفتوحات الإسلامية. وأرسل أبو بكر الصديق أنس بن مالك إلى اليمن يدعوهم للقتال في الشام، وأرسل أنس بن مالك كتابا إلى أبي بكر يخبره باستجابة أهل اليمن، وقدم ذو الكلاع الحميري ومعه 10,000 من قومه. وقام عمر بن الخطاب خلال فترة توليه الخلافة بتوحيد اليمن تحت حكم وال واحد، وكانت تقسم أحيانا إلى ولايتين، فيتبع قسم منها صنعاء والآخر الجند، وأحيانا توحد ضمن ولاية واحدة. بالرغم من وفاة الأسود العنسي، إلا أن أمور اليمن اضطربت من جديد، فقد طمع قيس بن مكشوح المرادي في ملك اليمن فارتد عن الإسلام، ثم أعد قيس مكيدة لفيروز وداذويه، فقتل داذويه وفر فيروز إلى جبال خولان، فسار المهاجر من صنعاء وسار عكرمة من أبين، والتقيا في مأرب وعبرا صحراء صهيد يريدان حضرموت، والتقى الفريقان في محجر الزرقان واقتتلا فانهزمت كندة، فسلم فيروز أسيريه إلى المهاجر فأرسلهما إلى المدينة، فعنفهما أبو بكر ثم عفا عنهما بعد اعتذارهما، وبذلك استقر الوضع لصالح المسلمين في اليمن. وولى أبو بكر المهاجر وعكرمة على اليمن، وعبيدة بن سعد على السكاسك وكندة، وأقر زياد بن لبيد على حضرموت. وعمل المهاجر على مطاردة جيوب المرتدين في اليمن حتى تمكن منهم. تمكن القادة العسكريون المسلمون من القضاء على حركة المرتدين في كامل أنحاء شبه الجزيرة العربية، وقتلوا عددا من مدعي النبوة، فيما تاب عدد آخر. وأخذت حركات الردة الأخرى تتساقط الواحدة تلو الأخرى حتى انتهت كليا. وأخذ أبو بكر يستعد لمواجهة الروم والفرس في الشام والعراق بعد أن أعاد توحيد العرب تحت راية الإسلام. لعبت القبائل اليمانية دورا مفصليا خلال الفتوحات الإسلامية أيام الخلفاء الراشدين، عندما خرج سعد بن أبي وقاص من المدينة قاصدا العراق على رأس 4,000 مقاتل، 3,000 منهم كان من اليمن، وكان عدد مقاتلي مذحج في معركة القادسية 2,300 مقاتل من أصل 10,000، قائدهم مالك بن الحارث الأشتر النخعي. وشاركت حضرموت ب700 مقاتل، واشتركت المعافر وخولان وعك والأشاعرة وتجيب وهمدان في الفتح الإسلامي لمصر وشمال أفريقيا وفتح الأندلس. واستوطنت همدان وحمير في الجيزة، فقد أشرف على تخطيط الفسطاط القاهرة حاليا 4 هم معاوية بن حديج التجيبي
وشريك بن سمية الغطيفي من مراد مذحج، وعمر بن قحزم الخولاني، وحيويل بن ناشرة المعافري. وجل القبائل القاطنة في الفسطاط كانت يمانية. وخلال دولة الأمويين انقسموا بين الفريقين علي بن أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان، فكانت همدان بجانب علي في كل معاركه في صفين والجمل، ومع ابنه الحسين بن علي في كربلاء، وكذا غالب مذحج. أما كندة فكانت أحد أهم القبائل التي اتكأ عليها الأمويون، إذ كانت كندة من أهم ركائز جند فلسطين وجند حمص. وكان معاوية بن حديج هو من وفد على عمر بن الخطاب بفتح الإسكندرية، وأول قائد مسلم يهاجم صقلية، وهو من بني تجيب إحدى قبائل كندة. وتولى ابن خديج التجيبي ولاية برقة، ثم تولى ولاية مصر، وكان على رأس كردوس من الكراديس في معركة اليرموك، ومعه حوشب ذي ظليم وشرحبيل بن الصمت. أما مذحج فقد كان عدد أحد قبائلها في معركة القادسية حوالي 2300 مقاتل من تعداد الجيش البالغ 10,000 مقاتل. وقد أرسلهم عمر بن الخطاب إلى العراق، حيث كان قائدهم مالك بن الأشتر النخعي، على ما أورد ابن أبي شيبة في مصنفه. والنخع أحد قبائل مذحج. وجاء في مصنف ابن أبي شيبة أنهم قدموا من اليمن إلى المدينة، فتفحصهم ابن الخطاب وقال: إني أرى الشرف فيكم متربعا، فسيروا إلى العراق. فقالوا: بل نسير إلى الشام. فأصر عمر على مسيرهم للعراق. وكان مالك الأشتر فاتح عاصمة بلاد الرافدين آمد، والمدينة التركية ميا فارقين، وولي على مصر في خلافة علي بن أبي طالب. وكان لخولان دور كبير في فتوحات مصر، واستوطنت قبيلة همدان في الجيزة. وكان السمح بن مالك الخولاني أحد القادة الذين حاولوا ضم فرنسا دون جدوى، وقتل في تولوز، وأعقبه قائد يمني وهو عبد الرحمن الغافقي، الذي قتل في معركة بلاط الشهداء بقيادة الفرنسي شارل مارتيل، وبقيت فرنسا عصية على المسلمين. وكان اليمنيون في مصر وشمال أفريقيا أكبر مجموعة قبلية في العصور الأولى لاستيطان العرب في تلك المناطق. وجل عرب الشام أيام الخلافات كانوا من اليمن، بخلاف من استوطن العراق، وبالذات في حمص والبلقاء وغيرها من قبائل همدان وكندة. وقد كانت القبائل اليمنية أخبر بمعارك البحر من غيرها. وكان يزيد بن علقمة الغطيفي المرادي من أنقذ سفينة عبد الله بن أبي سرح من غرق محقق في معركة ذات الصواري. وغزا حميد بن معيوف الهمداني جزيرة كريت اليونانية. واشترك اليمنيون في فتوحات النوبة، وعانوا فيها كثيرا، حتى أن معاوية بن خديج فقد عينه فيها. وكان الحميريون بقيادة صالح بن منصور الحميري من نشر الإسلام بين الأمازيغ في منطقة الريف المغربي، وأقاموا إمارة بني صالح. العصر الأموي. استمرت الدولة الأموية في اليمن لما يقارب 90 عاما، ب20 واليا جلهم من أقرباء الأمويين ومن كبار قادتهم. وكان أولهم عثمان بن عثمان الثقفي، وخلفه عتبة بن أبي سفيان أخو الخليفة معاوية. وكان آخر الولاة الأمويين الوليد بن عروة. لم يشكل اليمن أهمية كحال الكثير من الأقطار في الجزيرة العربية للدولة الأموية، إذ أن الكثير من أهلها قد اتجهوا نحو الشام ومصر والعراق والمغرب. وقامت ثورة إباضية في أواخر العهد الأموي بقيادة عبد الله بن يحيى المعروف في الأوساط الإباضية باسم طالب الحق. وكان مؤيدا من أزد عمان، أحد أهم مراكز الإباضية قديما وإلى العصر الحالي، فاستولى عبد الله على صنعاء وكافة اليمن، ثم سيطر على الحجاز عام 128 هجرية، وجعل عليها المختار بن عوف الأزدي.
وبسط الإباضية سيطرتهم على اليمن والحجاز حتى سير إليهم مروان بن محمد آخر خلفاء بني أمية جيشا كبيرا، وكانت أول المعارك في وادي القرى ناحية العلا، قتل فيها بلج بن عقبة الأزدي، فخرج المختار بن عوف الأزدي من مكة. دارت بينهما معركة خلصتها من قبضة الإباضية، وقتل عبد الله في الطائف عام 130 هجرية. وكان لإباضية اليمن اتصال وعلاقات قوية مع أقرانهم في عمان، وكان لهم وجود في حجة وشمال صنعاء، ولم يستمروا طويلا لكثرة حروبهم مع الزيدية والإسماعيلية وغيرهم من فرق الشيعة. ثم خرج موسى بن عيسى الجابري وهو من همدان طالبا الإمامة لنفسه، وانتخبه إباضية اليمن، إلا أن الزيدية والذين كانوا همدانيين كذلك كانوا لهم بالمرصاد، وبقيت الإباضية قوية في البلاد حتى أفل نجمها في القرن السابع الهجري، عندما اعتنقوا المذهب الشافعي بعد معارك طاحنة مع الشيعة دفعتهم لمناصرة الدولة الأيوبية واعتناق مذهبهم، مفضلين ذلك على اعتناق مذهب الزيدية أو الإسماعيلية. العصر العباسي. سار العباسيون من جهة نظام الحكم سيرة الأمويين قبلهم، وأرسلوا الولاة إلى اليمن بمخاليفه المتعددة أو مضموما إليها الحجاز. وعرفت اليمن في العصر العباسي الأول ولاة عباسيين أقوياء تمكنوا من ضرب الثورات التي قامت ضدهم، خاصة في حضرموت زمن الوالي معنى بن زائدة الشيباني الذي ولي اليمن لأبي جعفر المنصور، وواجه التهامة والساحل الوالي حماد البربري الذي ولي اليمن لهارون الرشيد. ويمكن الجزم أنه حتى أوائل القرن الثالث الهجري كانت اليمن ولاية تابعة للدولة العباسية مباشرة، حتى مع وجود دولة بني زياد التي ساهم المأمون في إنشائها في تهامة عام 203 للهجرة عقب تمرد قبائل الأشاعرة وعك في تهامة في مطلع القرن الثالث. بنو زياد في مدينة زبيد المصنفة ضمن مواقع التراث العالمي. تأسست الدولة الزيادية على يد محمد بن عبد الله بن زياد الأموي في عام 819 ميلاديا بعد تمرد قبائل الأشاعرة وعك في تهامة، وكانت مدينة زبيد عاصمتها، وكانت دولة تابعة لمركز الخلافة في بغداد، ودخلت في صراع استمر ل3 سنوات، وبدعم من المأمون امتدت سلطتها من مدن حلي بن يعقوب جنوب مكة شمالا حتى عدن، مرورا بمخلاف جرش عسير حاليا وحضرموت والشحر والمهر جنوبا، بالإضافة إلى المناطق الوسطى في مخلاف الجند في تعز ومخلاف جعفر في إب. وحين توفي محمد بن عبد الله بن زياد الأموي عام 859 ميلاديا بدأت الدولة بالتفكك، وخلفه ابنه إبراهيم حتى توفي عام 901 ميلاديا، وخلفه كذلك ابنه زياد بن إبراهيم لعامين حتى 901 ميلادي، وتبعه أخوه إسحاق بن إبراهيم ل80 عاما. ثم بدأت الدولة الزيادية بالتفكك، فاستقل عامله سليمان الحكمي بالمخلاف السليماني، وكذلك فعل آخرون من النواب في المعافر وعدن وأبين ولحج وحضرموت. بنو يعفر. قامت دولة بنو يعفر في عام 839 ميلادي، ومؤسسها يعفر بن عبد الرحمن الحوالي من طرف الخليفة المعتمد على الله العباسي، وهو حميري، واتخذ من صنعاء عاصمة له، وسيطر على ما جاورها من الأرياف والجوف والمنطقة الجبلية ما بين صعدة وحتى تعز. بدأ نفوذ بني يعفر في شبام بحضرموت عام 839 ميلاديا، وامتد نفوذهم إلى صنعاء عن طريق عبد الرحيم بن إبراهيم الحوالي الحميري نيابة عنه. فلما توفي عبد الرحيم قام ابنه
يعفر مقامه، وصارع في ميادين عديدة كان من أهمها صراعه ضد حمير بن الحارث والي اليمن، وصراعه ضد بني زياد حكام زبيد. فلما توفي محمد ابن زياد في 957 ميلادي استقر سلطان يعفر في صنعاء، فبدأ بتأسيس دولته فيها، وتم له ذلك في سنة 861 ميلادي. فاعتبر المؤرخون هذه الدولة هي صاحبة النصيب الأكبر في تحقيق استقلال اليمن، إلا أنها اختلت اختلالا واسعا في عهد محمد بن إبراهيم نتيجة لاقتحام الآئمة الزيديين والقرامطة البلاد. واحتل القرامطة صنعاء من عام 900 حتى استردها أسعد بن إبراهيم مرة أخرى في 916، واستمرت تلك الدولة حتى عام 997. الصراع على السلطة. خرجت صعدت عن سيطرة بني زياد عند قدوم يحيى بن الحسين إليها لتأسيس الدولة الهادوية 284 للهجرة. وأسس الأمير نجاح مولى مرجان الحبشي دولة بني نجاح على أنقاض دولة بني زياد في زبيد في الفترة 1013 للميلاد، واستطاع إعلان دولته بعد أن قضى على مولاه مرجان. وحكم الأمير نجاح منطقة تهامة إلى موته عام 1060 مسموما على يد جارية أرسلها إليه علي بن محمد الصليحي. واستطاع الصليحي دخول زبيد والسيطرة عليها حتى استعادها منه سعيد بن نجاح عام 1080. وحكمت تلك الأسرة حتى عام 1159 ميلاديا عندما استولى عليها بنو مهدي. الدولة الصليحية في مدينة جبلة والمصنفة ضمن مواقع التراث العالمي. أعلن علي بن محمد الصليحي ثورته في جبل مسار عام 1074 في المرتفعات الوسطى في مدينة جبلة بإب، وتمكن من هزيمة الجيوش غير المنتظمة، ومنهم أشراف الزيدية وزعماء القبائل، وكان إسماعيليا ومواليا للخليفة الفاطمي. وتمكن الصليحي من تأسيس ما عرف بالدولة الصليحية في عام 439 للهجرة. كانت البلاد تحكم من قبل عشائر عديدة وصغيرة مثل بنو معن الأصابحة، وهم حكام عدن ولحج في تلك الفترة، وبنو الكرندي، وكانوا يسيطرون على تعز وإب، وغيرهم كانوا يسيطرون على حصون عديدة في صعدة وحول صنعاء وحراز. وكان علي بن محمد الصليحي من منطقة حراز، ولا زالت هذه المنطقة من أهم معاقل الإسماعيلية إلى اليوم. اعتنق علي بن محمد الصليحي المذهب الإسماعيلي لتأثره بدعوة رجل الدين سليمان الزواحي، فسيطر على صنعاء عام 1040 وقتل إمام الزيدية أبا الفتح الناصر الديلمي، ثم راسل الخليفة الفاطمي المستنصر بالله في مصر يطلب منه السماح بإظهار الدعوة الإسماعيلية بعد أن كانت سرية. والسبب في ذلك يعود لخشية الصليحي أن تقوم الدولة العباسية في بغداد بإرسال جيش إلى اليمن لقمع الإسماعيلية، فرأى في الفاطميين في مصر حليفا موثوقا. لم يعلن الصليحي دعوته حتى العام 1047، ثم توجه جنوبا فسيطر على مخلاف الجند تعز ومخلاف جعفر إب وعدن، وتمكن من القضاء على خصومه بني نجاح في زبيد ثم حضرموت. وبحلول عام 1062 تمكن من الإطاحة بكل القوى القبلية والحاكمة، وشمل حكم الصليحيين بلاد اليمن، واتخذ من صنعاء عاصمة لدولته. وسيطر الصليحي على مكة عام 1063. كان يدعى له هو وابنة عمه وزوجته في خطب الجمعة، وهو ما لم يحدث في أي مكان في المنطقة العربية بعد الإسلام. قتل الصليحي على يد النجاحيين، وخلفه ابنه المكرم أحمد عام 1080 الذي ولى سلالة بني زريع على عدن، ولم يدم حكمه لأكثر من 3 سنين، فاضطر لتسليم السلطة
لزوجته سيدة بنت أحمد الصليحي التي يسميها بعض الناس خطأ بأروى، وذلك عام 1078 لإصابته بشلل العصب الوجهي. وبموت المكرم أحمد بدأ الوهن يدب في مفاصل الدولة، وانقسم الصليحيون على أنفسهم، وتولت الملكة سيدة الحكم من بعده، فقامت بنقل العاصمة من صنعاء إلى جبلة بمحافظة إب، وسبب ذلك يعود لموقع جبلة الاستراتيجي في مرتفعات اليمن الوسطى، الخصبة زراعياً وسهولة الوصول للمناطق الجنوبية من البلاد وبالذات عدن. وأرسلت الملكة دعاة إسماعيلية إلى الهند، حيث تشكل مجتمع إسماعيلي بارز لا يزال متواجداً إلى اليوم، رغم أن ملوك بنو صليح كانوا إسماعيلية، إلا أن الملاحظ أنهم لم يحاولوا فرض مذهبهم على أحد، ولم يضطهدوا الشافعية والزيدية، وحاولت ردع الكيانات السياسية والقبلية وإعادتهم تحت النفوذ الصليحي. وحكمت الملكة بحنكة واقتدار حتى أنها سميت ببلقيس الصغرى. وعندما توفي السلطان سليمان بن عامر الزراحي عام 1138 آخر سلاطين الصليحيين، استقلت المناطق بما فيها صنعاء، وقامت فيها دولة بني حاتم الهمدانية. واستطاع أحمد بن سليمان إعادة الإمامة الزيدية في صعدة، واستقلت عدن وعليها بنو زريع، وهم من قبيلة يام، وسيطروا على عدن وأبين وتعز في عام 470 للهجرة. وعاد النجاحيون لفترة قصيرة إلى تهامة، إلا أن علي بن مهدي الحميري قضى عليهم وخلفهم في زبيد، مؤسسا دولة بني مهدي، وفرض عليهم نمط حياة معين وعزلهم عن المجتمع. فكانت تلك بداية ظهور فئة من المواطنين اليمنيين في العصر الحديث يعرفون بالأخدام أو المهمشين. وسيطر بنو مهدي على أراضي السليمانيين في جيزان وتعز وإب، فتحالف بنو زريع مع حكام صنعاء وتمكنوا من هزيمة المهديين. بنو حاتم: أسس حاتم بن علي الهمداني الدولة الحاتمية الهمدانية في عام 1101 بعد الميلاد، وذلك بعد موت السلطان الثالث من سلاطين آل صليح، واتخذ من صنعاء عاصمة له. وتداولت السلطة فيها 3 أسر همدانية، هي آل الغشم المغلسي الهمداني، وآل قبيب بن الربيع الهمداني، وأسرة آل عمران بن الفضل اليامي. ويعد سلاطين آل عمران بن الفضل أشهر من حكم الدولة الهمدانية، إذ أرادوا إعادة صياغة خريطة اليمن السياسية. فمنذ تولي حاتم بن أحمد بن عمران اليامي الحكم في 1138 مد نفوذه إلى كثير من مناطق اليمن حتى بلغ معاقل الإمامة الزيدية، وهو توسع غير مسبوق. وفي عهده ظهر الإمام الزيدي أحمد بن سليمان الذي استعاد الإمامة الزيدية في 1138، وكانت لكثير من هذه القوى المتصارعة في اليمن ارتباطاتها الفعلية أو الاسمية. فآل زياد يدينون بالولاء لبني العباس، واليعفريون حسب أوضاع القوة والضعف تارة يستقلون نهائيا، وأخرى يعترفون بالخلافة العباسية، أو هي تعترف بهم وتقرهم على أوضاعهم. وسهل وجود 5 سلالات متنازعة على طول الخطوط الدينية على الدولة الأيوبية دخولها إلى اليمن عام 187.